السلام عليكم خوتي العزاز، تحياتي لكم. اليوم جيتكم بواحد القصة جديدة. كنشكركم بزاف على التعليقات الجميلة في القصة اللي فاتت. كيف ما ديما لايك الفيديو، كومنتير، تحياتي لكم جميعا. اللي مازال ما اشترك في القناة يبدا يعدل الاشتراك. بدينا. ولد الناس مول ديطاي، هاد الاسم تلقوه عليه في باب الحد في مدينة الرباط. هاد مول ديطاي واحد الشاب باقي جون عنده 26 سنة، كان حاصل على شهادة البكالوريا، ولكن الظروف ما ساعدتوش باش يكمل القراية ديالو. كان مسكين قاهرو الزمان، كان خدام كل نهار بنهارو، كل يوم والنصيب ديالو. كان الحلم ديالو انه يزيد يكمل القراية ديالو ويكون عنده واحد منصب في المجتمع، ولكن خسارة الظروف ما ساعدتوش، حيت توفى الوالد ديالو في داك العام اللي كان خدا الباك. تقلبت حياته 360 درجة. كان خصو يوفر ليماه والخوتو الصغارين القوت اليومي، لان كان هو الكبير ديال الدار. داكشي اللي كان خرج مسكين ولد الناس يخدم على راسو، خدم بزاف ديال الخدمات، هز الصنادق ديال الخضره، باع الخضره، باع الحوت، وفي الاخر مسكين شد واحد القنت ودار واحد الكيوسك صغير ديال الديطاي. بدا خدام كيبيع ويشري على راسو حلالا طيبا. كان كيبيع الكارو بالتقسيط، كيبيع كلينيكس وبعض الاشياء البسيطه. خصوصا داك الموقع اللي كان فيه الرواج، يعني كان في واحد الموقع كان فيه الرواج يعني مزيان. كانوا كيتعاطفوا مع الكليان ديالو كاملين، وكل مره كانوا كيجيو يشريو من عنده الكارو، كان كيقول لهم بانني انا ولد الناس وقاري، غير الظروف والفقر اللي خلاني نكون في هذه الحاله. مول ديطاي ولا معروف في الرباط ومعروف بكلمه ولد الناس. مشات عليه هاد السميه ديال ولد الناس. واحد النهار جالس بحال دائما في الكيوسك ديالو، وهو يشوف واحد طوموبيل اخر ما كاين في السوق، واحد الكات شي حاجه يعني يا سلام. ديك الطوموبيله وقفت معاه اون فاس، ثارت الانتباه ديالو. ديك الطوموبيل هبط منها واحد الراجل، واحد الاخ ملتحي باين عليه متدين وعارف بينه وبين الله. داك الراجل قصد واحد الكراج مكتوب عليه للكراء. دخل داك اللحيه، داز شي 5 دقائق وهو يخرج، ركب في الكات ديالو ومشى بحاله. ولد الناس قال مع راسو هذا الراجل باين عليه تاجر كيبيع ويشري وبغى يكري داك الكراج، صافي نسى عليه هذاك الموضوع. كما كتعرفوا بان موالين الديطاي اول وحدين كيجيو في الصباح واخر وحدين كيمشيو في الليل. لا غدا في نفس الوقت جا داك مول اللحيه الاخ الملتحي، جاب واحد الحديده اخرى وموديل اخر وشكل مختلف. دخل لذاك الكراج وعاوتاني ما بقاش بزاف، تقريبا شي 5 دقائق وخرج بحاله. ولكن هاد المره ما خرجش بوحده، خرج معاه واحد اللحيه لابس عبايه وعنده تسابيح في اليد ديالو. فهاد اللقطه ولد الناس بدا كيحرقوا راسو، حس بان كاين شي حاجه ماشي عاديه كتوقع في داك الكراج. قرر باش يطلق عينو وودنو باش يشفي الفضول ديالو. بدا كيتعطل في الليل باش يعرف شنو كيدور في داك الكراج. داكشي اللي كان عصر عليهم في الليله الاولى. جاو دوك 2 ديال الاخوان الملتحين بطوموبيله اخرى مبدله موديل اخر ماشي بحال اللي جاو فيها في المره اللي فاتت. وقفوا حلوا الكفر ديال الطوموبيل، بداو كيجبدوا شي شكاير في السلعه. ولد الناس الفيلم كامل على عينه، حتى كيتفاجأ بواحد اللحيه ثالث خارج من الكراج، كان كيعاونهم كيهز معاهم دوك خناشي وكيدخلهم من الداخل. صاحبنا مول الديطاي عقلو وقف، قال مع راسو واش هاد الكراج كيولد صحاب اللحي
الإخوان للتذكير فقط بين قوسين، كلمة اللحية أو صحاب اللحي ما كنعنيوش بها احتقار لدوك الناس، بالعكس، حيت أنا كنعرف بزاف ديال الأصدقاء ديالي ملتحيين وعندهم اللحية وعارفين طريق الله وكيعرفوا بينه وبين الله وكيطبقوا الإسلام بالطريقة الصحيحة ومتقي الله وكنأيدهم. المهم نرجعوا للقصة ديالنا. داك مول الديتاي قال مع راسو هاد القضية فيها إن خاصني نخدم عقلي. بقى كيفكر شني غادي يعدل، جاب واحد الورقة والستيلو وبدا كيزمم جميع لي ماتريكول ديال الطوموبيلات اللي كيجيو بيهم. مع الايام ولد الناس ولا كيلاحظ الداخل والخارج ولا بزاف في داك الكراج. كانوا كيجيو بالليل كيدخلوا للكراج، مول ديتاي قتلوا الفضول، ما غيعرفش شني كيعدلوا هاد خوتنا في هاد الليل لداخل وعلاش بالضبط كيجيو غير بالليل. يعني هاد الاخوان كيعدلوا شي حاجه ماشي طبيعيه وماشي قانونيه، يعني كيعدلوا شي حاجه خارجه على القانون، علاش بالضبط كيجيو بالليل؟ يعني داز بعض الايام وكيف العاده ولد الناس تابع الدوسي، تابعهم بالستيلو وكيزمم جميع المعلومات سواء صغيره او كبيره على هاد الناس، وجميع الطوموبيلات اللي كانوا كيجيو كان كيزمم منهم لي ماتريكول ديالهم. داك ولد الناس كان متاكد بان كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، كاين شي سر تما. فكر مع راسو يمشي يقصد البوليس ويحكي لهم على كل شيء، يعني التفاصيل ولا يعني هذا الفضول ديالو خصو يعرف شنو كاين. ولكن فكر قال الا حكيت كل شيء للبوليس غادي يعدلوا فيها هما ابطال وانا غادي يرموني بالتوش، حيت انا في الاول وفي الاخير كنبقى غير مول الديتاي. يعني ما كاينش شي واحد المكانه اجتماعيه اللي غتخليني انني نقدر. بقى كيفكر بزاف. واحد الليله طاحت عليه واحد الفكره، قال غادي نقصد ولي الامر شخصيا، غنمشي عنده مباشره. كان ولي الامر كيقولوا عليه بانه انسان طيب وانسان مزيان وولد الناس، هو اللي غادي نعاود له كل شيء وهو اللي غادي يفهمني. داكشي اللي كان تسنى حتى خرج من ولايه الامن، كان ماشي الجهه ديال الطوموبيل ديالو وهو يمشي عنده كيجري بلا مقدمات بلا والو. قال له سعاده الوالي عندي واحد القضيه خطيره وما بغيتش نقولها حتى شي واحد من غيرك انتينا شخصيا. داك مول الديتاي باقي ما كملش الهضره ديالو حتى كانوا جاو واحد جوج ديال الضباط وزولوه من الطريق وفتحوا الطريق لولي الامن باش يتجه نحو السكن ديالو. ولي الامن كثيره، يعني بحال تحرك شي حاجه. واحد الساعه ديك بقات ديك الهضره ديال ولد الناس كتدور له في المخيله ديالو. هو رجع لقى ولد الناس طار، ما بقاش في ديك الموطا هذاك. هو يقول لدوك الضباط الامن، قال لهم هاد السيد اللي كان هنا اللي كان بغى يقول لي شي كلام جبدوه لي تحت الارض ولا فين ما كان جيبوه. داكشي اللي كان ما دارش شي بزاف ديال الوقت حتى كان ولد الناس مول الديتاي لداخل في المكتب ديال ولي الامن شخصيا. ولي الامن هضر مع ولد الناس بواحد الطريقه زوينه، بواحد الانسانيه اللي يعني كيحترم عليه هذاك الانسان هذاك. يعني خلى ان داك ولد الناس يرتاح له باش انه يعطيه جميع المعلومات. قال ولي الامن لولد الناس، قال له انا كنسمع، تفضل احكي شنو عندك. اول حاجه عمل ولد الناس جبد واحد الورقه كان مزمم فيها جميع الارقام ديال تسجيل السيارات. قال له انا بغيتك تعرف لي تاكد لي من هاد الارقام هاد السيارات وتاكد لي من الناس ديالهم. قال له ولي الامن على الزعما؟ قال له انا متاكد بان هاد ارقام السيارات غادي تلقى فيها شي سر كبير مور هاد الشيء هذا. ديك الساعه ولي الامن عيط للناس ديال الاختصاص ذوي الاختصاص
باش يبوانتيو دوك الارقام ديال السيارات. ولي الامن بقى شاد الهضره مع ولد الناس. ولد الناس بدا كيخوي عليه المزيوده ديال صحابنا موالين الحي. داك الشيء عطاه التفاصيل من الاول حتى الاخير. داز واحد المده قليله دخل واحد من دوك الناس اللي كلفوا مولي الامن بالبوانتاج ديال ارقام السيارات، ولكن جات المفاجاه ان دوك الارقام ديال السيارات كاملين مسروقين، وكاملين مسروقين في مدينه القنيطره، ومالين ديال دوك الطوموبيلات كاملين ديكلاريين بهم بانهم مسروقين. تما ولد الناس فرح، حيت الشك ديالو كان في محله. قال لولي الامن هاد الناس كاملين الا شفتهم نعرفهم الا كانوا بين 1000 واحد. قال له ولي الامن مهم، غادي نعطيوك واحد جهاز لاسلكي طالكي والكي. قال له غادي نبقاو متصلين معاك. قال له انتينا غادي تبقى في الكيوسك ديالك بحال دائما، بحال الا ما كاين والو، وبحال الا ما عاودتي لنا والو، وحنا ان شاء الله غادي نعدل المراقبه لذاك الكراج بالطريقه ديالنا الخاصه. صافي مشات الامور كيف ما خطوا ليله. كيف العاده جا صاحبنا مول الحيه، دخل الكراج، داز 5 دقائق وهو يخرج. تبعوه البوليس حتى دخل مدينه قنيطره، وصل الحي بير رامي، حبس ونزل من ديك الطوموبيله. جبر انه واحد الطوموبيله اخرى كتستناه تما، هزاتو ديك الطوموبيله وصلتو لواحد الفيلا، والبوليس عايشين معاه الفيلم. داك خونا اللحيه صداق معروف عند البوليس ديال قنيطره، سميتو تقي الدين. يلا خرج من الحبس وكان المنتف ديالو هو الارهاب. بقاو طالقينه، مبغاوش يدخلوا باش يعرفوا شني تحت راسو وشني ناوي يعمل هو دوك الاصدقاء ديالو اللي معاه الملتحين. حتى لواحد الليله داك الكراج اللي كانوا كيتجمعوا فيه صحاب الحي كان لاصق مع واحد الكراج واحد اليهودي مغربي. داك اليهودي المغربي كان كيبيع فيه السلاح ديال الصيد، كان كراج كبير. وفي الليل شعل في داك الكراج الضوء. البوليس وولد الناس مراقبين الفيلم ما عرفوا والو. شي حاجه ملي شافوا الضوء شعل تاكدوا بان داك الكراج كيتسرق. داك الكراج ديال اليهودي كان كيتسرق. كانوا دوك الاخوان هذوك هرسوا داك الحيط اللي كيفصل بينه وبين الكراج ديال بيع الاسلحه، ودخلوا ليلو كيسرقوه. ولكن ما جاتهم حتى شي اوامر باش يتدخلوا ويشدوهم، بغاو يبقاو طالقينهم. وصل الفجر بدا كيجيو الحديد عيل مزيان، الاشكال والانواع، ما كاين غير الكاتكاتات واخر ما كاين في الاشكال ديال السيارات. بداو كيخرجوا دوك الشكاير من داك الكراج، كيهزوا الشكاير عامرين بداك السلاح مسروق. كانوا كيسرجيوهم في الكفر ديال دوك السيارات. سالات السرقه ودوروا الروايد، مشاو قصدوا الطريق بخنيطره. كلشي كان كيدوز على عينين ديال البوليس. كانوا تابعينهم البوليس حتى وصلوا لواحد لابواط. نزل تقي الدين ومعاه واحد اللحيه، ساراو في داك الملهى الليلي ديال واحد اليهودي. والمصادفه ان حتى داك اليهودي هو من اصول مغربيه. بقاو واقفين كيعبروا شحال كاين ديال البيبان، باب الدخول باب الخروج. صافي رجعوا ركبوا في الطوموبيله ديالهم مشاو للفيلا فين كيتجمعوا دائما. حتى لهاد الساعه يعني البوليس مراقبين اي حاجه وعلى عينهم كل شيء، الفيلم كامل. وصل الليل خرجوا واحد 3 من دوك اصحاب الحي، ولكن كانوا مكرطين كل شيء، ما بقات لا الحيه لا والو. كانوا شادين واحد 2 ديال الشوانط صغارين في يدهم، كانوا مسكسفين على الحاله. شي بلا ما نقول لك كيبانوا بحال شي رجال اعمال.
قصدو داك الملهى الليلي ديال اليهودي. دخلوا جلسوا، شدوا واحد الطابله ديالهم واختاروا الطابله القدام قريبه لديك الدي جي وديك الزدحه، المكان اللي كيكون فيه الضجيج كثير. حطوا دوك الشوان تحت الطابله والمخزن مراقبهم ومجاري معاهم الفيلم. شويه ناضوا بثلاثه واحد مورا واحد بحال الا ماشي للطواليط ولا بحال داكشي. بقاو الشوان تما تحت الطابله. مع الخرجه ديال الباب زربوا عليهم صحاب الوقت. اول حاجه عدلوها البوليس حيدوا لهم التليفونات ديالهم. البوليس كانوا متاكدين انهم كانوا باغيين يفجروا داك الملهى الليلي. البوليس كانوا موجدين راسهم وجايبين معاهم اللي مختصين في تفكيك المتفجرات. مشاو هزوا دوك الشوانط، خرجوهم لبرا، فتحوهم لقاوهم عامرين بالقنابل ومعدلينهم بالمسامر والبارود. داكشي كان متصل بالتليفونات ديالهم اللي شدوهم البوليس. كانوا ناويين حتى يخرجوا من لابواط وعاد يفجروا كل شيء، ولكن الحمد لله ما وقع والو. ديك الساعه البوليس قصد الفيلا، دهموا الفيلا وشدوا تقي الدين وصحابو اللي كانوا معاه كاملين. كانوا كيخططوا باش يفجروا باش يعملوا بزاف ديال العمليات ارهابيه في جميع الملاهي الليليه في المغرب كامل. يعني جميع المدن اللي معروفه بالملاهي الليليه كانوا كيخططوا بانهم يفجروها في المغرب كامل بدون استثناء. ولكن الفضل كله كيرجع لله وكيرجع لولد الناس مول ديطاي اللي افتخر بهذا الانجاز هذا وتجازى عليه وكرموه واحد التكريم كبير ودخلوه يخدم في صفوف الامن لانه انقذ المغرب من هذه الكارثه العظيمه. الاخوان، هذه النهايه ديال القصه. بلا ما تنساو اللايك بالفيديو والاشتراك في القناه، وشكرا لكم. موعدنا في قصه جديده. تهلاو.